لما بنقول اير فراير يفتكروا ان هي تحمير البطاطس. اكيد مش هجيب جهاز كبير طويل عريض زي ده عشان احمر بطاطس، لا ده انا هعمل فيها كل حاجه، المقلي والمشوي والكيك والمعجنات والبيتزا وكل حاجه. اي اير فراير بتجيبيها بتبقى عايزه تعرفي ايه اللي بتعمله، وهل هي سهله، هل هي بتسحب كهرباء، هل ايه اللي جاي معاها، هل انا هعرف اشغلها. النهارده هديكي تفصيليه مهمه جدا لاستخدام الاير فراير. طيب ابدا ان انا عايزه مثلا انا دلوقتي هشوي فراخ. تعالوا الاول نحط الفرخه وبعد كده اوريكم هنعمل ايه. ورق الزبده اللي جاي هديه اصلا مع القلايه هحطه كده، واروح جايبه الفرخه بتاعتنا متبله وتمام وزي الفل. هبدا ان انا اخد الفرخه واروح حطاها هنا كده، شايفين، على ورق الزبده. انا دلوقتي حاطه فراخ، ادي الفراخ بتاعتنا. في حرف الام هنا بنبدا ان احنا نختار. بصوا، بطاطس لا، كابوريا لا، هنا سمك لا، هنا فراخ. يبقى انا كده اخترت الفراخ. عندنا احنا هنعمل ايه النهارده كمان؟ هنقلي بطاطس وهنقلي ستريبس وهنقلي جمبري وهنعمل سجق الجزارين. كل دوت معانا النهارده في الاير فراير. كملوا الفيديو للاخر عشان نشوف التسويه تبقى عامله ازاي، وهل تستحق ان هي نجيبها في الجهاز وتستاهل الفلوس اللي اتحط فيها ولا اي كلام. تعالوا بقى دلوقتي نقلي من غير زيت ومن غير تحمير ومن غير تكلفه كتير. حبه زيت ده هم دول مش هيتاخدوا كمان، ده احنا هنرشرش. يعني ايه هنرشرش؟ هوريكم دلوقتي. قليت الاستريبس وهروح واخده معاه حبه بطاطس، بختين 3 على البطاطس وعلى الفراخ، وهوب يلا نعمل كده. هنروح ونرجع لكم علشان نشوف الستريبس والبطاطس التسويه بتاعتهم عامله ازاي. لما سوينا فراخ وقلينا بطاطس وقلينا ستريبس، نيجي بقى دلوقتي لقليه الجمبري. حاجه كده فوسفور في فوسفور. يلا بينا، برده مش تاخد مننا وقت ولا هتاخد مننا زيت. هعمل كده، وادي الكيس بتاع او ورق الزبده اللي جاي هديه مع الاير فراير بتاعت رافال. نرص الجمبري بتاعنا بالشكل ده، رشه زيت، شايفين مش كتير بالمنظر ده كده. ونحط كده زي ما قلت لكم، القلايه بنعمل فيها كيك وبنعمل فيها بيتزا وبنعمل فيها بطاطس وبنعمل فيها فراخ ولحمه وجمبري وكل حاجه. كل ده في القلايه. لسه في عندنا في الفيديو ايه؟ عملنا الفراخ المشويه وعملنا الاستريبس وعملنا البطاطس المحمره وعملنا كمان الجمبري. فاضل ايه؟ سجق الجزارين. ايه سجق الجزارين دوت او ممبار الجزارين؟ عباره عن ايه؟ خليكم مكملين علشان نعرف عباره عن ايه. ده مش سجق شرقي، لا ده اسمه ممبار الحاتي. ايه هو ممبار الحاتي ده وايه تسويته؟ تعالى اوريكم كمان تتعمل في الاير فراير. طيب اولا كده محتاجه رشه من الزيت. انا هعملها من غير ورق زبده لان انا هسويها بشويه ميه. بصوا، المفروض ان الممبار ده بيتشوح في زيت. بصوا انا حطيت كام نقطه بس، وهاخد كده تمام واروح حاطه عليه حوالي ربع كوبايه من الميه. تعالوا اوريكم العزومه اللي انا عملتها. عملنا الجمبري وعملنا الستريبس زي ما انتم شايفين كده، وادي الفرخه المشويه. يا وعدي يا وعدي يا وعدي. السجق يجنن. طب ما تيجوا نشوف تسويه الحاجه زي ما شفنا تسويه السجق كده. تعالوا ادي البطاطس متحمره طبعا، شكلها بيقول ان هي باين. تعالوا كده نشوف الفراخ. قلايه رافال كانت فين من زمان. شوينا فراخ وعملنا سجق وعملنا جمبري وقلينا بطاطس وقلينا ستريبس. كل ده في قلايه رافال. بتجيلكوا عليها ضمان 5 سنين على الحلتين و3 سنين على القلايه نفسها، ومعاهم 10 هدايا ما شاء الله اللهم بارك. بخاخه زيت وادي فرشه وماسك، والاطباق اللي ساعدتني النهارده ما بهدلتليش الدنيا. قوالب سيليكون للكب كيك وقوالب ورق، قطاعه بيتزا ماسك علشان تطلعي بيه الحاجه من القلايه نفسها، اسبونش علشان هي سهله التنظيف. النهارده كل دوت كان في قلايه رافال ما شاء الله اللهم بارك. هحط لكم اللينك بتاع صفحتنا، صفحه تسوق مع نونا، هتلاقوها موجوده. الحقوا اطلبوها علشان الكميه محدوده. هتلاقوها موجوده عند تسوق مع نونا، والحقوا اطلبوها عشان الكميه محدوده. قلايه رافال او اير فراير من رافال بتعيش معاك العمر وبتدوم. هاتيها ونسيها. اشوفكم في وصفات جديده ان شاء الله باذن الله مع الاير فراير من رافال. حاجه كده عالي العين، تعمل العزومه في غمضه عين. سلام عليكم.